السلام عليكم. الله يسعد لي صباحكم ومساكم وكل اوقاتكم يا رب. حبايب قلبي، حبايبي، هذا الفيديو خاص لكل اطياف الشعب السوري. كلياتنا الشعب السوري كلنا ضحيه، كلياتنا مظلومين، كلياتنا. لا بدي اقول فلول، لا بدي اقول شبيحه، لا بدي اقول، كلياتنا مظلومين، كلياتنا. هلا حفصل الفيديو تمام واحكي الوضع اللي صاير فينا نحن كشعب سوري مسكين. 6 دقائق 7 دقائق بالكثير، ان شاء الله تحملوني، ما بس نحكي دقيقه او دقيقتين. احد الاشخاص عم يقول لي شو هالفوضى اللي عم تصير بسوريا، شو هالقلة الادب، شو قلة الاحترام، كله بيهجم على بعضه. قلت له هذا شيء طبيعي. اللي هي الحرية، قلت له شيء طبيعي، شيء طبيعي. نحن تربينا على نهج الاسد المقبور، الاب المربي بين قوسين، الاب المربي حافظ الاسد، هيك كانوا يقولوا، والاب المؤسس حافظ الاسد. قلت له انا تربيته وانت تربيته، واللي عم تسمعوني هلا تربيته. جيلين لا حدا يهرب من الفيديو، كلياتنا تربية حافظ الاسد وابنه الاهبل. حبايبي، القاتل شوف شو عمل فينا بيت الاسد. القاتل انظلم، القاتل اللي قتل هو انظلم، لانه تربى على القتل، هيك ربوه يقتل. والمقتول انظلم لانه قتل من غير حق، لانه طالب بحقه. هيك ربونا، ربونا على القتل، ربونا على الكراهية، ربونا على الأنانية، ربونا على الفساد، ربونا على المحسوبيات. شبكة صرف صحي أسدية، المؤسس والمربي. يا جماعة أخذنا الحرية ما بنعرف شلون بدنا نمارسها. يا جماعة دفعنا ثمنها 1.5 مليون شهيد، مقابر جماعية، تهجير، أعمارنا راحت، ما عم نعرف نمارسها. يا جماعة أنا اليوم أخذت حرية الحمد لله، هي ديمقراطية، شلون بدي أمارسها ما عم بعرف. ما عم تقبل رأيك، ما عم أنت ما تقبلت رأيي. أنت اليوم دكتور، أنا اليوم دكتور، أنا بدي أعالجك، شوف أخطائك، أنت بدك تشوف أخطائي، بس إني شوف مرضي أنا ما بدي أشوفه. هيك تربينا، مو بإيدنا. أنا بقول لكم مو بإيدنا. أنا أحيانا بطلع على بعض فيديوهات إلي، بتطلع شو عم بحكي أنا؟ ما عم نعرف شو بدنا نحكي. زرع الكراهية بيناتنا، حتى بين المحافظات، كل محافظة أعطاها مسمى خاص، لبسها توب، وصار كل واحد يعير الثاني بالتوب تبعه. شو هذا؟ عمل فساد أهلي، علم يعني بدل السلم الأهلي عمل حقد أهلي. بتفوت على القضاء بتلاقي في فساد، بتفوت على عند المحامين بتلاقي فاسدين، بتفوت عند التجار بتلاقيهم فاسدين، بتفوت على كاتب العدل بتلاقي فاسدين، بتفوت على العقارات بتلاقي فاسدين. اكثر مؤسسه فاسده هي المؤسسه العسكريه، اللي هي عم تدافع كانت عن الوطن، بين قوسين الوطن هو الكرسي. كان عم نطلع هيك. يا اخي اليوم بدك انت حقك، شلون بدك تطالب فيه؟ ما عم بعرف. شو حقوقي انا؟ حقوقي شو؟ واجباتي شو؟ ما عم نعرف حقوق من الواجبات، ما بنعرف. هي الحريه، خذ طالب بحقوقك، ما عم تعرف واجباتك. مفكرين الحريه اني كب زباله هون، صف سيارتي هون مخالفه، سب هاد، عيط على الشرطي، سب على الحكومه. هيك مفكرين الحريه؟ ما بنعرف، لا حدا يلومنا، ما بنعرف تربيه القائد المربي. نحن معارضه ما بنعرف نعارض. تيجي معارضه بدها تعارض الحكومه، بتطلع لازم على شغلات بسيطه، مثلا يعني غير صالحه للدوله او الحكومه، انه مو مصالح الدوله. في فرق بين الحكومه والدوله كمان، هي ما عم يعرفوها. المهم في شويه اخطاء هون بدنا نصلحها. بتيجي المعارضه، لا، المعارضه بدها تيجي تهدم الحكومه، تهدم الدوله باسقاط الحكومه. ليش؟ بدها كرسي. مين علمهم اياها هاي؟ بيت الاسد. الكرسي الى الابد، الى الابد. كمان لهون وصلنا. ورجوني حدا فينا ما كان يسرق كهرباء الا ما رحم ربي. ورجوني حدا فينا ما كان يرشي ولا يرتشي الا ما رحم ربي. ورجوني واحد فينا كان يعرف واحد بفرن خبز، على مستوى فرن خبز. يا جماعه بيعرفوا، بياخذ خبزاته من على الباب وبيطلع، بيعرف حدا جوا وين. طب واقف على الدور ما بيوقف. تعلمنا على الانانيه. صار فينا نحن مثل اللي كانوا نايمين 60 سنه وصحيوا بعد موت سريري، مثل موتة اهل الكهف. نام على البريد، اللي كان البريد 3 اشهر تبعت له يا زلمه، يصل لعنده بعد 3 اشهر، يفتح الرساله: اخي العزيز انا بخير، كيف حالك؟ كيف امك؟ كيف اخوك؟ ان شاء الله امك بخير، ان شاء الله انا كم يوم برجي على سوريا.
بتكون واصل عنده صار له 3 اشهر على الطريق، بيكون هذاك مات، مات اللي بعت الرساله مات. تخيل واحد يجي يقول لك بس رساله هلا واتساب وصلت، ما مخك ما بيستوعبه. كنت نايم انت وصحيت على يعني نمت على البريد، على قصه البريد تصحى على واتساب، ما بتزبط، ما عم تزبط معنا، ما عم نعرف شنو بدنا نمارس الحريه يا جماعه. والسلم الاهلي هلا حاليا ضروري يصير بالعداله الانتقاليه. اول شيء لبناء الدوله هي العداله الانتقاليه. لازم الضحايا ياخذوا حقوقهم، حتى بقى هلا تبلش بناء الدوله. ويا جماعه الدوله غير الحكومه. الحكومه هي بتروح وبتجي، الدوله هي سوريا بمؤسساتها، هي سوريا. تمام. يلا شوي شوي بدنا نعرف بقى شو هي الدولة، شو هي الحكومة. ما عم نعرف. والله العظيم الشعب السوري مسكين من هدول ومن هدول. السلام عليكم.